عسلامة البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحضروا مع بعضنا مقارونة صلصة بالدجاج البنات. باش تكون فاوحة بنينة وخاصة معناتها مقاديرها مضبوطة وسهلة. باش نبداو. خذيت البنات طنجرة. انا الحقيقة نطيبها بالبصل البنات، هكا شفتوا كالأداة هذيكا متاع البصل نحك بها معناتها باش يكون لي رقيق، فهمتوا، يهبط جويد. ولا تنجموا تقصوه بالموس يكون لكم زادا رقيق البنات كيف ما تحبوا. حاسلوا هنا عملت الكمية تشوفوها كي قدواش البنات الكمية اللي عملتها. هاويني راهو يبننها على الاخر المقرونه صلصه البصل البنات. ثم شكون ما يحبش يطيب يعني يتبعوا يعني التفاصيل اللي نعمل فيها انا، وان شاء الله معناتها باش تنجح معاكم. حطيت هنا طروف نتاع الدجاج البنات كيما شفتوا معايا، وباش نقليها مع قرون فلفل خضر مقليين يفوحوا بالكدا، يعني كيف تقلوا الفلفل من المره الاولى في نفس الزيت اللي باش يطيبوا فيه يعني المقارونه ككل، يفوح بالكدا. شفتوا المقدار البنات، حطيت تقريبا مقدار فنجان متاع قهوه الكحله ذيك زيت، تحب ياسر الزيت معناتها. وحطيت شويه البنات زيت زيتونه باش يبنن لي وينكه. اذا ما تحبوش تضيفوا الزيت زيتونه مش مشكله، انا ضفت شويه بركه خاطر هو قوي معناتها. ماذا بيكم ما تعملوش كميه كبيره، يعني نطيبوا بالزيت العادي متاع التطيب. وحطيت الطنجره متاعي على النار متوسطه تكون باش نقلو هاك البصل. وانا الغايه متاعي المره الاولى اني البنات ما حطيتش شويه الماء باش نقلي الفلفل، لازم الفلفل يسيب المطعم متاعو. حطيت زيدا قرين فلفل شايح، هذاك زيد يسيب البنه متاعو على الاخر. حاسيلو كيما شفتوا النار البنات راهي متوسطه، مش ضعيفه ومش قويه، خاصه في التقليه البنات ماذا بيكم ما تعملوش نار قويه ما تجيش اصلا معناه. خليتهم الحاسيلو يتقلوا مع بعضهم لين نحسهم بالحق معناتها تحس الريحه طلعت معناتها متاع الفلفل وكل شيء. بعدين البنات باش نحيهم وبعدين نرميهم في الاخر البنات الساعه الفلفل الخضر والفلفل المكوش نرميهم بعد في الوسط. تو تشوفوني كيفاش، تو تشوفوا بالمراحل البنات بالتدقيق كيفاش باش نعمل. حاسيلو هنا وليت زدت شويه ماء بيان سور باش ما تتحرقش، يعني باش ما يتحرقليش البصل معناه. وباش نبدا نفوح مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره كركم البنات. وهنا بحكم البنات باش نطيب بالدجاج باش نعمل شويه كمون اخضر، شويه فلفل اكحل وشويه كليل، راهو دوب الليش على راس المغرفه الصغيره هانكم شفتوا باش تنحي لي اعزكم الله الزفاره نتاع الدجاج معناها، نحي الريحه الزفره هذيك نتاع الدجاج يبننها معناها تولي المقرونه بنينه معناتها، فهمتوا. هاكم شفتوا شوي شوي فلفل اكحل كليل وكمون على راس المغرفه، والمغرفه الصغيره نتاع الملح والمغرفه الصغيره نتاع الكركم هذوكم باينين البنات. هنا بعد ما تقليت باش نحط الرند زاده، وريقات رند يفوحوا بالكدا كما شفتوا معايا البنات هنا. وباش نبدا نحط مغرفتين صغار فلفل مرحي، وزدت هنا مغرفه صغيره اخرى البنات باش نحط الطماطم كونسونطري، طماطم المعجونه تقريبا مغرفتين البنات كبار معبيين، تحب ياسر الطماطم هي.
ورشة هك السكر البنات. الحاصل هنا البنات بديت نحرك في الطنجرة متاعي، يلزمني نقلي بالكدا الطماطم المعجونة كيما تعرفوا لازمها تتقلب. بيان سير لازم تكون النار البنات متوسطة مع التحريك المستمر، معناتها لازم نحركوا باش ما تلصقش في قاع الطنجرة كما شفتوا هاوين النار. خاطر التقلية لازم منها يعني في المقرونة صلصة ولا في أي نوع متاع مرقة البنات تقلوها. وكما شفتوا حطيت من الأول شوية الماء مع رشتك السكر هذيك البنات. قلت ربي تجيكم مقرونة بنينة فاوحة ماهيش قارصة ماهيش معناتها يعني فيها طماطم يعني طعمتها مش باهية. بالرغم اني نستعمل في طماطم حاليا اللي موجودة في تونس الافضل هي يعني بيتي باري، وان شاء الله ربي يصلح الحال. الحاصل هنا بعدين البنات مرقت بالماء. الماء البنات تردوا بالكم ما تحطوش كمية كبيرة متاع ماء، خاطر بحكم الدجاج راهو يطيب فيسع مفيش يعني حتى هو روح يعني ما تكثروش من الماء. والبطاطا البنات اعرفوا كيفاش تحطوها، معناتها تحطوها بعد ما يطيب الدجاج نص طيب، خاطر حتى البطاطا البنات حطيتها ولقيت روحي زاده زودت شويه ما بقيت نستنى طابلي الدجاج وطابلي البطاطا اللي نتهريت شويه وباقي نستنى معناتها في الماء لين تعقاد المرقه متاعي. يعني ما تحطوش كميه كبيره متاع مش كيما باش نطيبوا مقرونه بالعلوش كيما بالدجاج، مش كيف يختلف، راهو حتى في التفويح يختلف في كل شيء. ان شاء الله نعمل لكم فيديو البنات مره اخرى على المقرونه بالعلوش. هنا حطيت بيان سور الماء كيف نوصل المرحله هذيك متاع المرقه، حطيت طنجره اخرى فيها الماء بيان سور باش نطبخ المقرونه البنات. حطيت كميه متاع ماء ورقتين رند وشويه زيت البنات في الماء باش ما تلصقش المقرونه. انا من ومن البنات مطيبه دوب ما بدا يغلي الماء كما شفتوا باش نبدا نحط المقرونه. هو البنات كميه الصوص هذيك اللي عملتها تزيني رطل مقرونه البنات، الحكار اللي عملته متاع الصوص يكفيني رطل مقرونه كامل، تجيك مشخشخه بنينه فاوحه بالكدا. اذا باش تعملوا كيلو مقرونه البنات تضاعفوا الكميه متاع الصوص، اما الكميه متاع الصوص اللي طيبتها هنا تكفيني متاع رطل المقرونه فقط. كما شفتوا هنا البنات انا نحط الملح والكركم نحبها هكا مزعفره بعد ما يغلي الماء وبعد ما نحط المقرونه مع التحريك البنات باش ما تلصقش معناها. بالرغم اننا حاطه الزيت راهو حاطه شويه زيت، ديما نحرك فيها في الاول البنات وما نقعد زاد نحرك فيها ياسر باش ما تعجنش باش ما حاسيلو لاهو البنات. وهنا رجعنا للصوص متاعنا باش نشوفوا وين وصلت. هاي ديجا البنات بريسك نقص الماء كما شفتوها لونها مزيان تشرح. شفتوها البنات كيفاش القوامه متاعها. هنا باش نرجع نحط البنات الفلفل المكوش هذاك بريسك في الاخر. بنات اذا تحبوا الصوص متاعكم تجيكم موزوزه وحاره هذاك تنجموا تحلوه على 2 البنات وتحطوه. عندي هنا البنات لفاح عملت ثوم يعني 3 من 4 سنينات ثوم مع شويه فاح وشويه فلفل اكحل وهكا طرطوشه صغيره متاع فلفل مكوش البنات وهرستهم بالكدا وباش نرميهم تويكا. ديجا هاني رميت الفلفل الاخضر البنات زاده هذاك اللفاح متاعي ديما نحطها في الاخير يبان. ثم شكون البنات يحط شويه في الاول وش يحط شويه في الاخر حتى ذي تنجموا تعملوها تبنن على الاخر وتجيكم المقرونه فاوحه.
تخلوهم من با البنات دقيقتين 3. هنا رجعت المقرونه متاعي، نشوف وين وصلت زاده في الطبخان. هذه المقرونه متاعنا ديجا حضرت البنات. خلطتها هيا، يعني صفيتها، يعني بعد ما صفيتها من الماء ما صورتش كيف صفيتها، اما هاني خلطتها. هذيك الصوص، وهذه مقرونتنا حضرت البنات. شوفوا قداش منظرها يشهي. اتمنى تعجبكم. بسلامه.